السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في سبت جديد. المرة دي بقى أنا غيرت السيت اب خالص، ما لقيتش أحسن من الحيطان السادة. يعني عشان خاطر إيه؟ أنتوا يا جماعة هتتعبوا نفسكم في حتة السيت اب وفي النصايح عشان السيت اب، وأنا للأسف البيت عندي يعني لا يسمح بإن أنا أشغل دماغي في حتة السيت اب دي. فإحنا هنستيك للحيطة بقى إن شاء الله لحد ما يبان لنا صح. الفيديو ده فكرته جاية من سؤال سأله أستاذ حسن على فيديو مصادر دخلي في 2025. قال لي انت ازاي بتنظم وقتك ما بين شغل فول تايم ومتابعة لشركتك والكافيه والفريلانس الخاص بيك والمذاكرة والتطوير، بالإضافة لكل ده البيت. طبعا هو نسي التمرين في الأيام اللي ببقى بتمرن فيها. حسن بالمناسبة يعني هو واحد من أجمل الناس اللي أنا اشتغلت معاها ومن أشطر الفيديو إديتورز. فيعني إن أنا يجيلي سؤال زي ده من راجل قعد فترة معايا معاشرني كشغل، يعني فدي حاجة تبسطني. يعني إن هو ممكن يكون شايف إن أنا بعمل حاجة كويسة وهو عايز الراجل يعرف هي بتتعمل إزاي. طيب خلونا أول حاجة خالص نبدأ بحتة ازاي بتنظم وقتك. السؤال نفسه فيه غلطة في موضوع بتنظم وقتك ده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الوقت اصلا منظم، هو مش محتاج منك ان انت تنظمه. انت كل المطلوب منك هو ادارة وقتك. ولو هنتكلم عن الادارة بتاعت بقى وقتك او بتاعت اي شيء، فانت عشان تدير اي شيء ادارة ناجحة انت محتاج تكون عارف ايه الموارد اللي تحت ايدك لاداره هذا الشيء. فمثلا لو انت في شركه وممسكينك قسم معين، فانت محتاج تعرف كام موظف معاك في القسم ده، عقودهم ايه، فول تايم ولا بارت تايم، التولز اللي انت متاح لك تستخدمها وتعمل عليها سبسكريبشن ايه، وهكذا. تعرف الموارد بتاعتك عشان تقدر تعرف الفيكل او المركبه اللي هتاخدها from A to Z. كذلك نقطه الوقت، ناس كتير من اللي بيغلطوا اثناء التعامل مع الوقت بيغلطوا بسبب سوء تقدير الموارد بتاعتهم. ولما بنيجي نتكلم عن مواردك بقى في إدارة الوقت، بنتكلم عن موردين مهمين جدا: الوقت اللي انت ممكن تكون فاضي فيه او الافيلابيليتي بتاعتك، الاتاحة، والحاجة التانية هي الطاقة بتاعتك اثناء الوقت ده. يعني اكيد ساعة وانت لسه صاحي من النوم لا تساوي اطلاقا ساعة وانت داخل تنام. دي ساعة ودي ساعة مختلفة خالص. وغالبا لو انت عندك مشاكل في موضوع إدارة وقتك فهيكون ده راجع لسببين. السبب الأولاني وهو سوء تقدير للموارد الخاصة بيك، ان انت اصلا مش عارف وقتك ده حدوده قد ايه. فبتيجي مثلا تقول انا هشتغل على التاسك ده 3 ساعات، في حين ان انت مثلا في نص التاسك ده المفروض ان انت هتتغدى وهتنزل تصلي مثلا. فالاتنين دول هياخدوا منك نص ساعة أو ساعة إلا ربع. وبالتالي لو التاسك ده فعلا محتاج 3 ساعات وأنت كنت عامل بلاننج إن هو ياخد 3 ساعات، لا هو هياخد 4 عشان خاطر الحاجات اللي هتقطعك جواه. أول حاجة التانية وهي إن أنت مش مقدر طاقتك بشكل مظبوط. فمثلا بتحط تاسك ممكن يكون سهل شوية على دماغك إن هي تعمله زي القراءة، تحطه الصبح بدري في الوقت اللي أنت عندك فيه هاي انرجي، واخر اليوم قبل ما تنام تحط مثلا تاسك تعلم كورس اوتوميشن او كورس مش عارف ايه في الاي اي او وات ايفر. فيبقى انت الوقت اللي دماغك مش جاهزه فيه وما فيهاش انرجي بتحط لها فيه حاجه صعبه ودسمه جدا، والعكس بتعمله في التاسك السهل. دي كده اول مشكله، ان انت مش عارف وقتك حدوده ايه ومش عارف طاقتك نظامها ايه. تاني مشكله ممكن تكون بتواجهك هي ان انت عارف بس ما بتعرفش تقول لا. يعني ايه ما بتعرفش تقول لا؟ يعني ليتس سي مثلا ان انت راجل بتدير وقتك بشكل مظبوط وموزع كل حاجه صح، بس كل ما بتيجي حاجه جديده تخش حياتك، سواء بقى مثلا فريلانسيه داخله عليك، حد طلب منك حاجه تعملها وات ايفر، يعني انت فاهم كويس انا قصدي ايه. انت ما بتعرفش تقول لا للحاجه دي وبتدخلها وبتزاحم الوقت بتاعك او الموارد بتاعتك. ليتس سي مثلا الحاجه اللي انت المفروض انها تتعمل في سنه او في سنتين انت بتضغطها وعايز تعملها في 6 شهور، ظنا منك ان هو ده الصح، وظنا منك ان هي لو ما اتعملتش كده فمش هيكون ليها لازمه اصلا انها تتعمل خلال سنتين او وات. دايما الناس عندها مشكله انها بتاندر استيميت اللي هي تقدر تعمله على اللونج ران، وبت اوفر استيميت او بتبالغ في تقدير الحاجه اللي هي تقدر تعملها على الشورت ران. فغالبا لو انت بتعمل ده في حته الدايت او في الاكل او وات ايفر، هتلاقي نفسك الموضوع ده مأثر عليك في بقيه جوانب حياتك. لو بتقبل بروجكت مثلا معين المفروض يتعمل في 6 شهور، هتلاقي نفسك بتسيء تقدير الوقت فتقول ان انا هخلصه في 3 او وات ايفر، فتلاقي الموضوع مسمع معاك في كل حاجه. فده يؤدي بيك ان انت مضغوط ومش عارف تخلص اللي وراك، ودايما عندك مشكله في اداره وقتك، لان زي ما بيقولوا كده البليت بتاعك او الطبق
الطبق بتاعك دايما مليان ودايما فيه اكتر من حاجه. قبل ما ابدا اتكلم دلوقتي عن الكام حل اللي انا جاي اتكلم فيهم من وجهه نظري، انا كنت عملت فيديوهين في الكورس بتاع نوشن، هم تقريبا في اواخر الكورس خالص، كده كده هسيب لكم اللينكس بتاعتهم، بس كنت بتكلم فيهم عن النظام بتاع ديفيد ألين اللي هو كان بيتكلم على ال Getting Things Done Program. بتكلم فيه عن النظام ده بالتفصيل وشرحه شرح مفصل، انصح وبشده ان انت تتفرج عليه. وفي نظام تاني بس برضو اسمه البارا سيستم، برضو ده كنت شرحه في محاضرتين وراه. انصح جدا ان انت تتفرج على الفيديوهات دي لو انت فعلا مهتم بموضوع اداره وقتك. الحاجه التانيه اللي عايز اقولها هو ان انا مش اشطر واحد في حته اداره الوقت دي، بل بالعكس انا حتى الان لسه باكسبلور وبجرب حاجات وبمس في الحاجات اللي انا بجربها او مش بتظبط معايا، وحاجات تانية بتظبط. اوقات تانية بتبقى طاقتي او السيزن اللي انا فيه هو مش سيزن اصلا انتاجيه، زي مثلا بغير من شركه لشركه، مش دايما الوقت بيبقى متاح معاك ان انت تقدر تعمل كل حاجه انت بتحب تعملها او انت عايز تعملها. طيب دلوقتي لو انت بقى عايز تدير وقتك بشكل مظبوط، المفروض ان انت اول خطوه بتعملها خالص هي ان انت تجيب ورقه وقلم او تجيب سوفت وير ابلكيشن او اي حاجه ممكن يكون فيها الكالندر فيو. يعني ممكن تستخدم جوجل كالندر، ممكن تستخدم تيك، انا عن نفسي بستخدم تيك وعامل سبسكريبشن فيه والدنيا لذيذه. اي حاجه سواء ديجيتال او مانيوال تكون بتفت معاك، وتبدا تكتب انت اصلا دلوقتي وقتك ماشي ازاي، حياتك ماشيه او مترتبه ازاي باللي اكشلي بيحصل فيها دلوقتي. لان معظم الناس بتغلط ان هي لما بنقول لها تعالى دير وقتك هو بيروح يعمل او يكتب الحاجه اللي الرجل بتاع احلامه هو نفسه يشوفه بيعملها. بمعنى ايه؟ يعني مثلا هو النهارده ما بيتمرنش وما بيمشيش وما بيقراش وما بيعملش اي حاجه كويسه غير ان هو مثلا بيروح شغله وبيرجع من شغله، فتلاقيه في البلان بتاعته حط بقى قال لك ايه، انا من 9 ل 5 هشتغل، ومن 8 ونص ل 9 هلبس واروح الشغل، ومن 5 ل 5 ونص هرجع من الشغل، من 5 ونص ل 6 ونص هقعد اتعلم حاجه، من 6 ونص ل 8 هروح الجيم. وتلاقيه حط حاجه هو اصلا مش بيعملها وهي مش موجوده في اللايف ستايل بتاعه، وبالتالي بتبقى البلان دي احنا يعني او هم بيسموها بلان الاحلام، مش البلان الحقيقيه او مش الواقع بتاعه خالص. فانت اهم حاجه تعرف في الاول ايه هي البيج بلوكس اللي في حياتك، او ايه هو اللي انت بتعمله دلوقتي وكونسيستنت عليه، عشان خاطر تقدر تعرف زي ما قلنا في الاول ايه هي مواردك، وتشوف بعينك بشكل بقى خلاص فيجوال ان والله انا الوقت الفلاني ده من الساعه 6 للساعه 9 الصبح انا فاضي، خلاص هي قدام عيني اهو فاضيه وما بعملش فيها حاجه ومفيش حاجه واخداها، يعني لا واخدها مني شغل ولا واخدها مني كليه. وهنا خلي بالك يعني انت لازم لما تيجي تقسم البلان دي تحط زي ما بنسميها كده ايه البيج بلوكس في الاول، الحاجات الكبيره الاساسيه تحطها في الاول. فمثلا وقت النوم، لو نومك مش متظبط كوقت بدايه ووقت نهايه، اللي هو انت بتنام امتى وبتصحى امتى، عمرك ما هتعرف تظبط اي حاجه وراه. ولو انت فضلت عشوائي في النوم هتعيش طول عمرك بص الدنيا بايظه. في ناس مش بتمشي باللي انا بقوله ده، لكن انا بتكلم عن نفسي، انا لو ما ظبطتش نومي حياتي كلها بتخرب. في ناس بتمشي بنظام ايه، انا بنام وقت ما بيجي لي نوم وبصحى وقت ما بيجي لي صحيان، بس انا ما بعرفش اعيش كده بصراحه خالص. يعني خصوصا لان مثلا انا او انت كشخص مسلم انت نومك مربوط اساسا بالفجر، يعني انت المفروض ان انت يا بتصحى الفجر وبتبدا يومك من الفجر عشان البركه وربنا يبارك لك في رزقك وهكذا، يا اما بتصحى الفجر لو انت ظروف شغلك ما تسمحش وبترجع تنام بعد الفجر عشان تصحى بقى تروح شغلك. ففي الحالتين انت نومك فيه حاجه اساسيه هتقطعه، وبالتالي في ظل ان انت اصلا راجل عندك مواعيد في نومك فما ينفعش الموضوع يتسم بالعشوائيه بقى وتبقى انت ايه سايبها كده. الله يعني الناس اللي بتعرف تعمل كده الله يعينهم، يعني انا عن نفسي ما بعرفش اعمل كده خالص. فهتحط نومك في الكالندر اللي انت هتعملها، هتحط وقت شغلك ليتس سي مثلا انت راجل شغال من 9 ل 5 هتحطها كبلوك، هيبدا يتضح قدام عينك الاماكن الفاضيه. بعد بقى ما بتشوف الاماكن الفاضيه دي بتبدا بقى على جنب في لستة تانية او في شيت جوجل شيت او وات ايفر، تبدا تحط الحاجه اللي انت نفسك تعملها او نفسك بقى تدخلها حياتك بشكل جديد. بمعنى الراجل مثلا سالني في الاول قال لي انت في فول تايم وفي شركتك وفي فريلانس وفي هي الحاجه دي كلها ما دخلتش، وبعد ما دخلت بدات بقى ايه انا ارتب وانظم. لا هو الموضوع مشى ان هو ان انت بتقعد تتست هو انا اصلا ينفع ادخل ولا ما ينفعش ادخل. وللاسف الشديد يعني انا مش بدعي الكمال اطلاقا، لان انا غلطت اخطاء عملتها كلفتني
وقت ومجهود وفلوس بس انا اللي اتعلمته منها هو اللي انا بقوله لك دلوقتي ده. منها مثلا الكافيه، يعني هو سأل على الكافيه في السؤال بتاعه. فالكافيه انا خرجت منه بعد 7 شهور. بسبب ايه؟ بسبب ان انا ادركت ان انا لا اصلح لهذا المجال. وطبعا مهم جدا ان انت تكون صريح مع نفسك وما تقعدش تجمل بقى ايه الحقائق او الحاجه اللي بتحصل معاك. انا لا اصلح للحاجه دي ومش بتاعتي ومش بكون مبسوط وانا بعملها. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان هي بتاكل من وقتي اللي انا مش قادر اضحي بيه كفاليو قصاد الوقت ده. يعني هو برضو خلي بالك الموضوع ممكن يبان ايه مغري في الاول، اللي هو ده انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بس يعني الصيت ولا الغنى. يعني هي الفكره مش ان انت تكون عمال تعد لنا حاجات وفي الاخر انت عايش برضو حياتك ما متنغصه عليك يعني. فهي دي الفكره، ان انت تعرف تفاليديت او تقيس هو الحاجه اللي قدامي دي ليها لازمه وليها وجودها في حياتي اثره كويس، بتدخل لي الدخل اللي انا عايزه قصاد الساعه اللي انا بدفعها، ولا الموضوع مش مجدي ومش جايب همه. فنرجع تاني للليسته اللي انا قلت لك هتعملها. الليسته دي انت هتبقى بتكتب فيها الاهداف الكبيره اللي انت عايز تعملها. ليتس سي مثلا انت راجل عايز تكون ملتزم في الجيم، عايز تحافظ على صحتك. راجل عايز تكون بتتعلم كل يوم حاجه جديده، عايز مثلا تقضي وقت اكتر مع اصحابك، عايز تقضي وقت اكتر مع عيلتك، عايز تبدا في المشروع بتاع احلامك اللي انت عايز تعمله. مش بنتكلم بقى دلوقتي على البريك داون او تقسيم الحاجه دي لتاسكات اصغر وادخلها جوه الجدول بتاعك، لا انا دلوقتي بقول لك بس ان انت بتحطها اللي هو ايه، تبقى برضو هي فيجوالي قدام عينك وانت شايفها. طيب بعد ما انت حطيت الكالندر بتاعتك وفي نفس الوقت حطيت الليسته دي اللي هي فيها احلامك او الحاجه اللي انت عايز تبنيها وتشتغل عليها، بتبدا بقى دلوقتي تشوف الحاجه دي ازاي تخش جوه الجدول بتاعي ده. طبعا يعني لا اخفيك ان الجدول بتاعك ده محتاج مينتننس، محتاج صيانه مستمره. ايه هي الصيانه بتاعتك؟ هي المراجعه، وان انت تكون بتتابعه كل يوم. الجدول ده ما بيتعملش مره واحده وبيتساب، لا ده انت لو ما بصيتش عليه كل يوم هو هيفسد هيضرب. هتبص بقى ترجع تلاقي نفسك عملت حاجات غير اللي مكتوبه فيه والدنيا فيه اتراكمت وباظت وبتاع. فهتلاقي الكوست اوف مينتننس بتاعته عاليه عليك لدرجه ان انت هتسيبه خالص ومش هتكمل في الموضوع ده. فلما تيجي بقى تاخد الحاجه من هنا عشان تدخلها جوه الجدول بتاعك ده، هتلاقي ان في تاسكات معينه او اهداف معينه ممكن تبقى اوبجكتيف بيزد، وفي حاجات تانية ممكن تبقى تايم بيزد. اوبجكتيف بيزد يعني ايه؟ يعني هي ليها هدف معين لو حققته يبقى انت نجحت. وفي حاجات تانية تايم بيزد اللي هو لازم انت تقعد فيها وقت معين بغض النظر هتحقق هدفك منه ولا لا. على سبيل المثال مثلا الجيم هي تاسكايه غالبا بتكون تايم بيزد. انت مثلا محدد ان انت هتروح تاخد تمرينتك في 45 دقيقة، ولو التمرينة تخطت ال 45 دقيقة انت هتقفل التمرينه وعادي السادس اللي راحت عليك دي انت هتسيبها وهتروح. اهم حاجه بس ايه؟ ان انا ما اخطيش ال 45 دقيقه واكون مستمر على الجيم. في نوع تاني يقول لك لا انا هحط التمرينه وتاخد زي ما تاخد، فكده بقت التاسكايه دي بالنسبه له اوبجكتيف بيزد، فمحتاج لما يحطها في الكالندر يسيب لها وقت اكبر شويه عشان هو مش عارف اصلا هي هتاخد وقت قد ايه. طب واحد تاني مثلا عايز يدخل عاده القراءه في حياته، فممكن يقول لك انا هقرا كل يوم 10 صفحات، فيبقى هو كده اوبجكتيف بيزد. وواحد تاني يقول لك انا هقرا كل يوم نص ساعه، حتى لو في النص ساعه دي انا خلصت صفحه واحده. برضو عشان ما نخدش في ده كتير، انا انصح وبشده ان انت وانت بتعمل التاسك بتاع البريك داون بتاع اهدافك ان هو يخش الكالندر وان هو يبقى تايم بيزد ولا اوبجكتيف وهكذا، ان انت تاخد ده مع الاي اي. يعني انصح بكلود بشده يعني، وتروح وتيجي معاه وتخليه هو ايه يساعدك في تنفيذ ده. طيب انا دلوقتي بعد محاولات مضنيه تخطت السنوات والسنوات الكتيره يعني ان انا ادير وقتي، توصلت مؤخرا لحاجه ان مهم جدا ان يكون الكالندر بتاعتك فيها بلوكات فاضيه. يعني تكون الكالندر فيها مساحات فاضيه، ما تبقاش كلها متروسه، وما تبقاش انت بتحط الحاجه اللي انت لسه بتدخلها جديد في حياتك باقصى بوتنشال هي ممكن توصل له. بمعنى مثلا قلنا انت راجل عايز تعيش هيلثي لايف ستايل او عايز تكون راجل مهتم بصحتك، ايه اقصى حاجه انت ممكن تعملها لما تيجي تنزل الجيم؟ هي ان انت مثلا تتمرن 6 ايام في الاسبوع. دي اقصى حاجه ممكن اي حد يعملها في الجيم. طيب ايه اقل حاجه بقى انت ممكن تعملها؟ ان انت تتمرن يوم واحد في الاسبوع. لما تيجي تحط الحاجه دي في الكالندر بتاعتك حطها على اساس ان انت هتتمرن يوم واحد، وخلي التغيير يبقى ما فيهوش القدر من الفريكشن او الريزيستنس من جواك، ان انت ما تبقاش بتقاوم التغيير. لان خلي بالك ما فيش انسان مننا بيحب في يوم وليله او بيعرف اصلا في يوم وليله ان هو يتغير.
ولو حتى هو عمل ده وجه على نفسه، الموضوع مش هيكون سستينبل، يعني مش هيكمل معاه لوقت طويل. فهو محتاج ان انت التغيير يبقى فريكشنلess، ما تكونش حاسس اصلا باي مقاومه ناحيته، فيبقى بيحصل باقل قدر ممكن خلال اسبوعك او خلال يومك او whatever. فمثلا بعد ما التزمت على ان انت تنزل الجيم مره واحده في الاسبوع لمده شهر، عايز تخليهم شهرين. بعد الشهرين دول خلاص انت حسيت ان الحاجز اللي بينك وبين الجيم اتكسر، وبقيت قادر ان انت تنزل وما عندكش مشكله وهكذا. فهتبدا تخلي المره دي تبقى مرتين. طبعا يعني انا عارف انت ممكن يجي في بالك موضوع اشتراك الجيم وهكذا، بس دي مش مشاكلي دلوقتي. انا دلوقتي بفكر معاك في حلول لمشاكل اداره الوقت، مش ايه لاداره الماليات في اشتراك الجيم يعني. فسيب دي في حالها دلوقتي. بس يعني صدقا صدقا انا بقول لك كده ليه؟ بقول لك كده لان انا جربت الاثنين. يعني جربت ان انا اعمل في تشالنج اسمه 75 هارد، هبقى اعمل عنه فيديو بعد كده. 75 هارد ده انا خلصته مرتين كاملين. ويعني آه، ده تحدي انا ما شفتش حد خلصه في مصر كلها غير تقريبا واحد، هو ده اللي انا اعرفه. كان راجل السي او بتاع بوسطه، وكنا يعني اتقابلنا مره وجها لوجه واتكلمنا عن الموضوع ده. او هو انا اسف، هو الفاوندر بتاع بوسطه. بس يعني ده الوحيد اللي انا شفته عمله، وكل الدايره بتاعتي حاولت تدخل وتعمله ومحدش عارف يعمله، لان هو فعلا صعب جدا. بس الفكره فين؟ ان هو فعلا مش سستينبل. وحتى لو انا بقعد 75 يوم اعمل حاجات معينه واحاول ان انا اخلصها، بعد ال 75 يوم انت للاسف الشديد، ده كنت انا، ممكن ناس تانية ما تبقاش كده، بس بترجع تفول باك وترجع تاني لكل عاداتك اللي انت اصلا كنت متعود عليها ولشخصيتك الحقيقيه فعلا، مش اللي انت كنت عمال تعمل لها فورسنج للشخصيه التانية. فعشان كده دخول التغيير في حياتك بشكل انت اصلا ما تحسش بيه هو ده اهم شيء. النهارده مثلا انا بحاول ان انا بدل ما امشي او اقول مثلا ان انا همشي ساعه الا ربع كل يوم، لا انا همشي مثلا مقدار ان انا اراجع ربع وانا ماشي، ربع قران مثلا وانا ماشي. ده كده مقدار المشيه بتاعتي، اللي هو يا دوب 5 6 دقائق. بدل ما اتحرك من هنا لهنا باوبر او بسكوتر او وات ايفر، لا انا هتمشى احسن. في الباركنج تركن بعيد شويه. الحاجات البسيطه جدا دي، بدل اسانسير تطلع السلم، لما بتكومباوند على بعض بتلاقي نفسك في الاخر حققت الهدف. الاكتيفيتي ليفل بتاعك عالي فعلا، بدون ما يكون في حاجه كبيره دخلت حياتك وخدت منك وقت انت كان ممكن فعلا تستثمره في حاجه تانية. بس انت مش عايز تحط وقت على اللونج ران، وعايز كل حاجه تجيلك بسرعه. طبعا بعد ما هتحط الخطه بقى، بعد ما هتبدا خلاص انت قسمت الحاجات الكبيره بتاعتك دي ودخلتها الكالندر، طبعا انت محتاج قدر من الالتزام جبار تجاه نفسك، ان انت تشو اب، تبقى موجود فعلا وتعمل الحاجه دي. مش مجرد، لان انت خلي بالك اول ما هتحطها هيجي لك احساس الدوبامين كده بتاع ايه، تحس ان انت انجزت فعلا، بس ده دوبامين وهمي، ده مش حقيقي، انت ما عملتش حاجه لسه. لما بقى تبدا تنفذ الحاجه دي هيبدا فعلا الاحساس الجميل يوصل لك يعني، وتكون ملتزم عليها. وخلي بالك من حاجه، لان هتواجهك مشكله لو انت بدات زي ما قلت لك وبدات بحاجات مصغره. هتواجهك مشكله مع الايجو بتاعك. الايجو بتاعك اللي هو ايه؟ يا عم يعني هي المره بتاعت الجيم في الاسبوع هي دي اللي هتديني اللي انا عايزه؟ لا، هي مش هتديك اللي انت عايزه، لان احنا دلوقتي مش بندور على اللي انت عايزه، احنا بندور على الصح. لان انت مهما عملت مش هتجيب اللي انت عايزه بالطريقه دي، ولو جبته مش هتستمر عليه. ومش بتكلم دلوقتي عن حالات فرديه، انا بتكلم عن اغلب الناس. ممكن ناس تجيب الحاجات دي وتستمر عليها تمام. انا عن نفسي شايف نفسي راجل عادي جدا، ما بيمشيش معايا غير الحاجات العاديه. فانا محتاج ايه؟ انا مش محتاج اعمل ترانسفورميشن فروم A to Z. لا، انا محتاج ان انا اعيش هيلثي لايف ستايل. عشان اعيشه لازم ادخله في حياتي واحده واحده. وبالتالي زي ما قلنا انت محتاج التزام جبار لتنفيذ هذه الخطه، حتى لو كان التاسك صغير. ستيل بقول التزام جبار عشان خاطر تقدر تغلب الايجو بتاعك اللي هيقول لك يا عم فكك، يعني هي مش ال5 دقايق اللي همشيهم دلوقتي دول هم اللي هيفرقوا معايا، مش تمرينة الاسبوع دي هي اللي هتفرق معايا، مش الفيديو بتاع الاسبوع ده هو اللي هيفرق معايا and so on. طيب اخيرا موضوع شركتك، لان برضه هو حسن قال لي ايه وشركتك ازاي بتدير شركه في وسط كل ده. كلمه السر في الشركه هي الديليجيشن او التفويض. ان هو الموضوع بدأ مثلا ان انا راجل ماسك اكونت سوشيال ميديا بعمل له كل حاجه، ليترلي كل حاجه. انا اللي بكتب الكونتنت، انا اللي بنزل اصور الكونتنت، انا اللي باديت، انا اللي بعمل الديزاين، انا اللي برد على المسجز والكومنتس، انا اللي بعمل الادز، انا بعمل كل حاجه. بعد كده بتبدا تشوف ايه التاسك اللي انا قادر ادخل حد تاني يعمله مقابل اجر مادي،
واقدر اراجعه وراه بشكل مظبوط، لان انا خلاص عارف مثلا هو بيتعامل ازاي. فبتبدا تدخل حد ورا التاني وهكذا. النهارده مثلا الحمد لله احنا 7 افراد او 8 افراد. ال8 افراد كل حد فيهم بيعمل حاجه، وانا ما بعملش اي حاجه من دي. فخلاص انا بقى دوري دلوقتي ان انا باكت ان انا راجل مثلا ايه المدير بتاع الشركه، فمش بشتغل حاجه بايدي. فممكن الشركه مثلا لو هتحتاج من اي حد ان هو يعمل نفس اللي انا بعمله، هتحتاج منه في الاول 8 ساعات في اليوم. هي دلوقتي ما بتحتاجش مني اكتر من نص ساعه او ساعه في اليوم، وساعات ما بيحصلش كمان. يمكن احنا مش بنكبر بالريت اللي احنا المفروض نكبر بيه، عشان بس ما حدش يقول لي ما فيش حاجه اسمها ساعه في اليوم وهكذا. يمكن انا والله راجل مثلا ماشي بريت معين هو مش افضل حاجه، بس انا مرتاح مع اللي انا بعمله. يعني انا مش متضايق، انا مبسوط. ف يعني انت عايز تعمل حاجه مختلفه اعمل عادي، ما عنديش مشكله. انت عايز تفضل تحط الاربع خمس ساعات حط، يعني انت صح طالما انت شايف ده مناسب ليك وانت عايز تعمله. فدي كده اخر حاجه وهي الديليجيشن. انا يعني كده يعتبر خلصت، مش محتاج اقول اكتر من كده في موضوع اداره الوقت. لو قدرت تلم كل اللي انا قلته ده وتجمعه وتنفذه وتشتغل عليه مع الاي اي كمان، سبيشالي دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه، انا بوعدك ان انت هتكون شخص مرعب وفي حتة تانية، ومش هتبقى عندك اي مشكلة في حتة ادارة وقتك دي. شكرا ان انت وصلت لحد هنا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.